السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم أرز بالخضار في الفرن، يجي خفيف وطايب على حبة ماشي معجن. تبعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. في كاسرونة رايحة نحط شوية زيت يسخن، نضيف له حبة تاع بصل كنت رحيتها في الرقيق، نخليها تتقلى. نحط قطعة دجاج أو اللحم، يعني حسب أفراد الأسرة واش يحبوا، نقليهم مع بعض. ومن بعد راح نضيف لهم حبة تاع طماطم كنت رحيتها وزوج سنينات توم مرابيين، بالإضافة الملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة. نقليهم مليح. ديما كي تضيفوا الطماطم المصبرة قليهم مليح باه تروح هذيك الحموضية منها. وتوابل اللي هي كركم، ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، كزبر وشوي زنجبيل. نغطي عليهم ونخليهم يتجمروا مع بعض. ومن بعد راح نزيد لهم الخضار اللي عندي. انا ضفت جلبانه وسناريه مقطعه مكعبات صغيره، وكميه من الزيتون شرائح. صراحه انا الزيتون نحبه بزاف في الارز، واللي ما يحبش يضيفه ما يضيفوش. رايحه نمرق بالماء سخون، ومن بعد رايحه نغطي عليهم ونخليهم يطيبوا على نار متوسطه. بعد ما يطيبوا رايحه نحي الدجاج. كما تعرفوا الدجاج يطيب بسرعه، يعني ماشي كما اللحم. ونروح نحضر الارز. عندي زوج كيسان تاع أرز، أنا استعملت بسمتي. غسلته مليح حتى ولا الماء شفاف، يعني يروح كامل النشا اللي فيه. رايحة نفرغه في المول ونحط له الملح بهذه الطريقة. ومن بعد رايحة نعدلو في المول كامل. نتوما تقدروا تستعملوا الأرز المفور تاني يجي بنين بزاف. فقط نتوما عاودوا شلوه، ديروا له شوية زيت وفوروه مرة ولا مرتين، ومن بعد حطوه في المول. ونفرغ عليه الخضار والمرقة اللي لازم تكون طالعة ولا زايدة على الأرز بزوج أصابع. واللي تحب الكيلة، عندك كل كأس أرز لازم له زوج كيسان تاع مرقة ولا ماء. نرجع الدجاج ونغطي عليه بورق الزبدة والألمنيوم. ورايحة ندخل المول فرن ساخن على 180 درجة من الأسفل نصف ساعة. كي نشوف المرقة تاعنا نشفت والأرز تنفخ، نشعل الفرن من فوق باه الدجاج هذاك يتحمر. وهذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم، أرز بالخضار في الفرن راهو جاهز. الريحة ما شاء الله راهي تشهي، وكما تشوفوا طيبنا في مدة قصيرة. والأرز تاعنا راهو طايب كل حبة وحدها ماشي معجن نهائيا. نتمنى تعجبكم الطريقة السهلة وتحضروه. وفي الأخير ما تنساوش تشتركوا في القناة إذا أول مرة تشوفوها، وتدعموني بجام، وتخلوا لي رأيكم في التعليقات. ومع السلامة.